ضيفتي النهاردة في Beyond the Surface بنوتة روحها حلو، دمها خفيف، خفيفة على كل الناس اللي موجودين حواليها، جدعة جدا، بنلاقيها في المواقف الصعبة قبل المواقف العادية والخروجات والعلاقات الاجتماعية. البنوتة دي بالرغم إن هي روحها خفيفة إلا إنها مربية أجيال، مدرسة وبتشتغل مع سن بعتقد إن هو دقيق جدا ومش سهل التعامل معاه. بتحب الأطفال قوي قوي بتوعها، وبالرغم من كده لأن روحها حلوة بتسميهم الأوغاد. النفس البشرية كلها أسرار. ورا كل شخصية ناجحة محبوبة في الكوميونيتي كواليتيز كتير محدش يعرف عنها. قصص حقيقية ورؤية وخبرات ودروس وتحديات شكلت شخصيتهم وكونت قوتهم. كل واحد عنده story to tell and to inspire. هنتقابل ونتحاور مع The Real Person Beyond the Surface. أهلا بيك يا سيلفيا سيفو، النيك نيم بتاعها. نورتي برنامجي المتواضع Beyond the Surface. Thank you so much. ده يعني I'm so thankful على القعدة اللي هتبقى حلوة دي دلوقتي، و it's an honor يعني إن أنا أبقى قاعدة معاكي. حبيبتي أنا اللي مبسوطة إن أنتي موجودة معايا وإنك قبلتي الفكرة وإن إحنا نتكلم شوية عن شخصية سيلفيا لأنه أكيد you could inspire. أول سؤال هسأله لك هقول سيلفيا مين وهي مع نفسها؟ أنتي مين وأنتي لوحدك؟ سيلفيا اوكي لوحدها والله ما بلحقش ابقى لوحدي حقيقي، يعني ما بين الشغل اللي بيبقى دايما عندي بلانز بره طول الوقت، بس يعني لما ببقى لوحدي thinking بقى about البلانز ايه، about الناس اللي حواليا ايه، البابل بتاعتي ايه، في عامة في شغلي الدنيا هنا في كندا عامة يعني زي أي حد بيقعد مع نفسه. مع نفسك تقولي إيه ليها أو هي بتقولك إيه؟ كلنا عندنا personal talk بيننا وبين بعض. أوكي. يعني أقدر أقول مثلا أنتي من النوع اللي يحاسب نفسه، بيحكم على نفسه، بيطبطب على نفسه. عارفة إحنا عندنا كل واحد عنده كده approach بيتعامل فيه مع نفسه. أنا دايما overthinking، بس يعني عندي مشكلة ممكن تكون حاجة كويسة مش حاجة كويسة لنفسي، which is إن أنا ممكن أفكر في الناس قبل ما أفكر في نفسي. أوكي. ممكن أفكر إزاي أساعد الحد ده، إزاي أعمل الحاجة دي للحد ده، وعندي أنا حاجات مهمة لنفسي ممكن أأجلها أو أسيبها، بس الناس الخارجية أو الناس اللي أقدر أساعدهم في الطلبات بتاعتهم as much as I can، لأن sometimes بسقط من كتر الحاجات اللي بفكر فيها، سواء بقى بساعد ناس طالبة مني حاجات على طول، بيبقى الكلام ده يوميا. فممكن تكون دي شيء مش كويس لنفسي، ان انا او يعني الله اعلم، بس يعني بفكر في الناس اكتر من بفكر في نفسي. طب هل لما بتعملي كده بترجعي تراجعي نفسك وتقولي لا انا المره الجايه هدي الاولويه لنفسي، لا هعمل شويه وقت لسيلفيا قبل ما ابقى طول الوقت يعني burned out في الجيفنج المستمر الوقت بحاول والله بحاول بس sometimes يعني ما اعرفش ضميريا كده بحس لا الحد ده محتاج مساعدة او محتاج حاجة. يمكن بيبقى هما شايفين مثلا سيلفيا عارفة ناس كتير او معرفة كتير او تقدر تساعد، او هم ممكن ما يكونوش عارفين ناس او يعني مش متواصلين، ما فيش بينهم communication مع اي حد. فسيلفيا ممكن يكون ربنا كده يعني حطها في وش الناس دي عشان تبقى يعني اساعدهم through الناس اللي اعرفها. بس دي حاجة حلوة، هي حاجة حلوة، هي كل الناس بتبقى محتاجة انها تبقى connected بناس تانية، وده بيبقى دور حلو ان انتي تقدري تعمليه. so I'll do my best in that.
ساعات بقدر، ساعات ما بقدرش، ساعات بنسى، يعني لو محدش تابع معايا ممكن يسقط مني الموضوع طب خالص. الجدعنه بقى دي وراها اكيد طفوله، وطفوله فيها شويه حاجات غرزت، يعني خلينا نقول غرزت ايه شويه فاونديشن، لان انت تبقي دايما بتحاولي تبقي جيفنج، لو انت شايفه ان من وجهه نظرك ان انت فعلا بتحطي الناس اولويه. كلمينا بقى شويه عن طفولتك وترتيبك في العيله، ومين جه قبلك، انت كبيره انت صغيره، how was يعني you were treated وانت صغيره؟ اوكي، انا ليا اخت واحده اكبر مني، ممكن كتير يكونوا عارفينها، فرق بيننا 5 سنين. هي دايما اللي كانت مثلا تذاكر لي واحنا صغيرين السبجكتس اللي انا ما كنتش بحبها، او يعني اللي هو جست ان انا جبت الفول مارك وخلاص على كده. اوكي. فانا عندي اخت واحده. والاخت دي كانت يعني قايمه بدور ماما في الجزء التعليمي؟ كايند اوف، لان احنا كنا في نفس المدرسه، كنا في مدرسه رهبات، ف يعني كانت هي اللي يعني في subjects معينه like science like French كانت هي اللي بتحب تذاكرها لي، واختي بقى من الحد الراسي بقى، الراسي اللي هو الاوبوزيت خالص حماده تاني خالص. انت مدرسه يعني، انت في عندك سيكتور راسي هنطلعه دلوقتي. اللي انا عملته في المدرسين زمان طلع فيا دلوقتي. لا يعني بس انا دايما بحس انه لما ببقى الاخت الاصغر فببقى واخده كير واتنشن اكتر من لما بكون الكبيره and I am responsible. ده بيعمل حاجه من الاثنين مع الشخصيه لما تكبر، يا اما ان هي تبتدي تيك اوفر الريسبونسبيلتي وتبقى مسؤوله قوي، وكل واحد مننا متهيألي عنده جزء ظريف ولطيف وسوشيال، وجزء بقى الكور بتاعه هو ريسبونسبل ولا لا. اوكي. فهل انت حاسه ان اللي اتبنى وانت صغيره اتنقلك انت؟ بقيتي انت حاسه انك مسؤوله في شغلك، مسؤوله عن اختك أكيد. حتى سايكولوجيكلي بالرغم ان هي الكبيره اكيد you take care of her sometimes. يعني through بابا وماما، يعني اكيد يعني الواحد اتعلم اساسيات حياه. تمام. يعني ربنا اي نعم نعم بنعاني من الموضوع ده دلوقتي، بس يعني at least ABC تربيه كويسه. الحمد لله، يعني أنا so thankful ليهم، و يعني أكيد محبة الناس ليا دي دلوقتي through أمي وأبويا علموني. أكيد أكيد. في موقف فاكراه حتى لو كان موقف كوميدي أثر فيكي أو حفر حاجة أو بنيتي عليه حاجة لما كبرتي عديتي بيه، فاكراه؟ موقف هو أنا يعني كنت متمردة شوية، ويمكن ما زلت يعني متمردة حبتين من وانا صغيرة. يعني احنا كنا في مدرسة، يعني انا واختي كنا في مدرسة نوتردام رهبات. تمام. الرهبات ده موال لوحده، يعني انت ديسيبلين يعني انا المدرسين بتوعي لحد دلوقتي عندي على السوشيال ميديا، وانا كمان. فاللي هو ما بيشوفوا حاجات ليا اللي هو اوكي، يعني ساعات بيسبورت، ساعات بيتفرجوا طبعا لا بس الاساس اتبنى يا سيلفي. طبعا المسؤوليه، الالتزام، الجيفنج زي ما انت بتقولي، لان يعني انا بشوف ان مدارس الراهبات دي فعلا فيرم جدا، فيرم جدا. فانا لما جيت بقى الفقره الانتقاليه، انا من انا شبراويه، فاحنا تحيه لكل اهل شبرا. فشبرا على نطاق شبرا اللي يعرف يعني مدارس الرهبات كلها لحد اعداديه. فجينا بقى فقره الثانوي، الهاي سكول. فالهاي سكول ده او الثانوي في نطاق شبرا ما فيش مدرسه رهبات او خاصه في شبرا. اوكي. حلو. فكانت اقرب حاجه رامسيس كوليدج، دي كانت في العباسيه. فطبعا الهاي سكول محتاجه برايفت ليسنز، عندي دروس كده. فيعني اللي هو انا واختي بابا كان معترض، اللي هو طب انتوا المشوار بتاع المدرسه، طب احنا لا مش هينفع مع الدروس، فانتوا لازم تبقى حاجه قريبه. فدخلنا مدارس حكومه. حلو. فاختي بالنسبه لها كانت اللي هو من اول يوم راحت كان بالعياط. طبعا انهيار اللي هو ليفل تاني خالص. انا بقى عملت ايه؟ انا استكنيست جدا 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 جدا، يعني مصاحبه علي علوكه واشرف كوخه بالظبط كده.
فانا كنت في مدى سعادتي متمرده، لا طبعا مش عايزه. اقل ريستريكشنز. طبعا هيصه بقى مراجيح مراجيح. مفيش بقى يعني بصمه ده، لا انا عايزه اتمشى مع اصحابي، لا انا مش عارفه ايه. جينا مثلا وقت البطاقه، تمام، الاي دي لازم، يعني اختي راحت مع بابا وقتها تعمل البطاقه والتصوير ومش عارفه ايه ويستلم معاها البطاقه. انا اعمل كده؟ لا رحت بنفسي استلم البطاقه وعادي، والسجن من الزنازين اتفتحت واتفرجت وراح لوحدي ودماغي كده انا هعمل ده لوحدي. انا بتصور ان ده الامتداد بتاع شخصيتك دلوقتي، انت برضو very independent، عندك الانيشيشن قوي، يعني في الانيشيتيفز عندك عاليه. فهي دي تركيبه الشخصيه، واعتقد ان هم في البيت ما كانوش ريزيستنج ده، يعني ما كانوش ضد ده، هم حاولوا يعني هم يعني كان نقول استسلموا they gave up، تمام، وانا ماشيه بطريقتي، انا اللي عايزه اعمله هعمله. طبعا يعني احنا فاهمين طبعا الاساسيات، الصح ايه من الغلط ايه، تمام، بس at the same time انا عايزه اعمل الحاجه دي هعمل. يعني انت ماسكه sooner or later strong independent woman. بالظبط يعني هم معلمينا الصح من الغلط وقراراتنا بقى. طيب اعتقد ان احنا كلنا واحنا بنكبر بنتعلم، وكل سنه بتعدي علينا بنتعلم اكتر. لو بصيتي على سيلفيا كده، لفيتي بظهرك وقلتي من 5 أو من 7 أو من 10 سنين where does Sylvia stand from now؟ هل انت يعني انت كسيلفيا لاحظتي او شفتي تغير واضح في شخصيتك؟ كتير especially يعني انا كنت خارج الكوميونتي، يعني اول لما جيت كندا اول كام سنه كنت بعيده كل البعد عن الكوميونتي خالص. دخولي الكوميونتي جه مع الطبله، مع احضر حصص طبله، ف على ناس اكتر طبعا. فالسيركل بتاعتي كبرت، تواجدي في ميسيساجا كتر، بقى ليا اصحاب كتير ومعارف كتير. في الاول كانت السيركل بتكبر 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 بتكبر، اتعلمت بقى ان انا لا، السيركل تكاش 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 تكاش، بقى ليا البابل بتاعتي، بقى ليا الناس بتوعي، ما بقتش اظهر كتير، بقيت بيكي شويه، مين اللي قريب مني، مين اللي عارف ديتيلز عني، مين اللي اراوند سيلفيا، ف بقيت حريصه قوي على ده. sometimes طبعا بتروق عادي جدا، عادي جدا. ده طبيعي، بس احنا فعلا كل سنه بنكبر، بنختار الناس اكتر، بنحدد مين يبقى قريب من دايرتنا اكتر، بنحط الناس في امتحانات اوتوماتيكلي، في ناس بتفيل وتقع صح، وفي ناس بتثبت ان هي عن جداره تستحق انها تفضل في السيركل القريب بالظبط. فاحنا كده نقدر نديفرنشيت ما بين العلاقات الاجتماعيه اوقات بنقول عليها مبهوقه او everywhere، وبين الصداقه. مفهومك عن الصداقه صدقيني اتعلمت من الموضوع ده، يعني انا من صغري برضو كنت يعني ماشيه على كونسبت اللي هو ايه، كل الناس ملايكه لحد ما يثبت العكس. اتروقت اتروقت كتير قوي في الحلقه دي. لا بس اتعلمت، يعني انا لولا ان انا يعني عديت بالكلام ده ما كنتش هتعلم. صحيح. وربنا دايما هو اللي بيهندل كل حاجه، يعني انا دخلتك وسط الناس دي خدت اكسبيرينس ما، تمام، اتعلمت منها، ما بحاول بقى ايه ما اكررش ده تاني، بخرج نفسي من وسط الناس دي، او من وسط في ناس عندها يعني I'm sorry to say، بس في ناس عندها فراغ especially على السوشيال ميديا بزياده، تمام، بس انا بحاول يعني ابقى بيكي شويه واخرج نفسي، يعني انا بحط دايما بوست مثلا هزار على ان انا to block people، انا مش حاسه نفسي ان انا ندمانه على اي حد عملت له بلوك خالص. لا ما هو انت هي دي الفلتريشن، احنا بنفلتر، احنا بنفلتر الناس اللي سواء كان هم مش شبهنا، تعرضنا معاهم لمواقف مش موفقه بالظبط، فهي دي الخبره. فهو ده ربنا، يعني ربنا. انا عندك سيركل صداقه صغيره طبعا طبعا وقريبين منك قوي جدا اقرب الناس ليا for sure you know him، يعني ويوا، ومن الجزء العائلي جوز اختي شقه،
فدول اكتر اتنين ممكن يكون مثلا يعني انا في حاجات برضو اجتماعيه مش داخله فيها قوي فدايما اخد رايهم. حصل كذا اتصرف ازاي، اتقال لي كذا اعمل ايه. يعني تقدري تقولي ان مش بس صداقه، دول كانهم ظهر. بالظبط which is مفيش احسن من كده. يعني I'm lucky ان انا حد مثلا زي ويوا around me support me، حتى يعني my close friends برضو يعني I'm so lucky to have them. وده بعد فترة اللي هو الواحد بيفلتر as you said يعني، فالحلو في الآخر متبقي. عندنا كده لعبة بنعملها في آخر البرنامج، هديك 3 أسئلة وآز بونس مش هخليكي تجاوبي ال3، هتجاوبي واحد بس. بونس ده انا متشهيص على كده، ده انا متشهيص بتدلع. يعني كده الأسئلة. اوكي. اكتر طبع نفسك تبطليه؟ اقول لي ال3 ورا بعض. اكتر حاجة بتخافي منها. اكتر شيء يسعدك. اختاري ايه؟ اكتر طبع نفسك تبطليه. اوكي اوكي هاتي كروت. اوكي انطلقي معاكي الميكروفون. اكتر طبع نفسي ابطله، انا عناديه شويه، يمكن ما اعرفش يعني انا I don't believe في ده، بس انا برج الاسد ف عناديه كتير 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 كتير. ده ممكن يكون الطبع اللي عندي مش حلو وما متهيأليش ان هو هيتغير. بس طب نسيتي قفلتيني. يعني كنت هقول لك طب بنشتغل على الموضوع، بنحاول نبقى فلكسبل. اوكي بنسمع صوت الناس اللي حوالينا، ما هو اكيد يعني الجود ما هو انك عارفه. انا دايما بحب مثلا المقربين ليا to advise me. تمام especially مع هست الناس اللي حواليا. انا بقى اعمل اللي انا عايزاه. انا I follow ده، يعني انا بسمع النصيحه. تمام. سيلفيا المفروض لا ما ينفعش تعملي كذا، او ينفع تعملي كذا، او لا do it. سيلفيا انتي نورتي Beyond the Surface، واعتقد ان هي كانت من اجمل الحلقات اللي انا ممكن ابقى عملتها. قمة في التلقائية، كل الاسئله اللي انا كنت محضراها تقريبا ما سالتهاش لسيلفيا، هي جاوبتها لوحدها. يعني استحملوا الحلقه دي يعني، بالعكس معلش استحملوني. فكرة Beyond the Surface انك تبقي على طبيعتك، ونشوف الحاجات اللي ممكن تكون ما عندناش فرصة ان احنا نعرفها عن الناس الحلوة اللي احنا بنتعامل معاها في community. حبيبتي نورتي Beyond the Surface، و thank you so much على قعدتنا النهارده. Really appreciate it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you dear. Thank you.